حبيبي وعزيزي برج الثور وجمال برج الثور، اهلا بكم يا حلوين يا اللي من قلبي قريبين وانتوا عارفين. نقول شهر فبراير شباط، ايوه شباط، بحب انا شباط دي قوي. شهر الحركات والشقلباظات والتقلبات والتغييرات، شهر فيه كله حوارات ما بين ايجابيه وسلبيه، بس انا شايف الايجابيات منوره حبتين. في ضغوطات بس قادرين عليها وتطلعوا منها منتصرين على فكره، والنبي هتعرفوا بعد شويه. بس خلينا نقول ان عندنا طبعا وجود الزهرة في برج الحوت اللي هو علاقتكم بيه حلوة موت، برج مائي وانتوا ترابي، علاقتكم تحالف واندماج. وجود الزهرة في الحوت يعني بيتكم ال11، بيت التحالفات، الأصدقاء، الزملاء، القرايب. هنا خلينا نقول لغاية يوم 20 الزهرة وجوده يعني فرص لحل خلافات مع أطراف تانية، لتحالف مع أطراف تانية، لنقاشات، لزيارات، لمقابلات، لخروجات، لتجمعات، علاقات علاقات علاقات. تلاقوا نفسكم في مشكلة وحد وقف جنبكم ساعدكم، حد اداكم نصيحة، حد ارشدكم، حد دعمكم، ايد مواقفكم. انتوا محتاجين ناس في حياتكم تدعمكم. فرص ممتازة وكبيرة لغاية يوم 20، وخصوصا كان نبتون في الحوت فمديكوا القدرة على التواصل مع الاخرين، تلاقوا افكار تندمجوا مع اطراف تانية، تدخلوا في علاقات جديدة، تعرفوا ناس اول مرة تشوفوهم او تقعدوا معاهم يكونوا مؤثرين في حياتكم. الفرص للعلاقات جميلة، استغلوها. طب بعد يوم 20 الدنيا هتبوظ ابدا. الظهر هيمشي من الحوت، بس الشمس جايه مكانه برضه في برج الحوت من يوم 19، فيبقى في طاقه اجتماعيه، نشاط اجتماعي اكتر من المعتاد. دوت يؤدي لفرص عاطفيه، لفرص عائليه، لفرص اجتماعيه. ما هو كله مربوط ببعضه. فنركز بقى في طول الشهر بصراحه للارتباط والاعجاب والانجذاب، لان انتوا تبقوا منتشرين، تبقوا موجودين في وسط الاخرين، ودوت هيساعدكم فعلا في الامور العاطفيه. ركزوا فيها واستغلوا الشهر في الامور الاجتماعيه والعاطفيه بشكل كبير. عندنا طبعا وجود الشمس في برج الدلو والزحل في الدلو. هنا خلينا نقول من يوم 11 كمان عطارد في الدلو، فخلينا نقول ان سمعتكم، مكانتكم، وضعكم العملي الاجتماعي، نظره الاخرين ليكم ملخبطه حبتين. ممكن تكون لغايه يوم 11 مضغوطه شويتين، ضغوطات في الامتحانات، في مقابلات، في اجتماعات، في عمل، في دراسه، في التزامات، في مواقف بتتحطوا فيها لازم تثبتوا نفسكم، لازم تتصرفوا صح. مواقف صعبة أو محرجة سواء عائلية أو عاطفية أو عملية أو دراسية أو مهنية أو أيا كان مع أي شخص. حافظوا على سمعتكم، خلوا بالكم من تصرفاتكم، امشوا يعني أحيانا لازم تعملوا الصح بزيادة، ابعدوا عن الشبهات، امشوا على النظام والتعليمات دايما، ما تدوش فرصة لحد يشكك فيكم. من بعد يوم 11 تقدروا تسيطروا على الوضع دوت. عطارد هيجي برج الدلو ويدوك قدرة على التنظيم، تبقوا ملفتين للأنظار، تظبطوا اموركم، تستعدوا دايما، تركزوا في خطواتكم، تركزوا في تصرفاتكم. فعندنا من يوم 11 فرص كبيره للسمعه، للترقي، للنجاح، للتفوق، للي بيدور على عمل، بيغير عمل، بيثبت نفسه في عمل، عنده امتحان، اختبار، بس طبعا كله بشرط الاستعداد. اول 11 يوم عطارد في برج الجدي بيدعمكم وبيعمل فرص لسفر، لمشاوير بعيده تكون مفيده او سعيده، لاتصال او اخبار او رد على حاجه انتم مستنيينها او نتيجه مستنيينها، يا رب تكون خير. فهنا أول 11 يوم مميزين في الأمور النفسية، في التميز في أي حاجة بنعملها، وبأمر الله يبقى فيها أخبار أو أحداث كويسة بشكل كبير. طبعا من يوم 20 الظهر هيروح على برج اكتبوا التواريخ اللي بقولها دي هتنفعكم، اسمعوا مني. آخر 10 أيام الظهر هيبقى في برج الحمل، وعندنا المشتري طول الشهر في الحمل. الحمل ده بيتكم ال12، المتاعب والمصاعب والأسرار والأعداء والكسل والإهمال وكل الحاجات البايخة النوتي الوحشة. بس هنا وجود الزهرة ووجود المشتري يعني تقدروا تكتشفوا أسرار تفيدكم في حياتكم، أسرار تخليكم تاخدوا بالكم، تكتشفوا أعدائكم، تقدروا تكتشفوا حاجات ما كنتش تعرفوا عنها حاجة تساعدكم تاخدوا بيها قرارات. أحيانا يبقى في كسل وإهمال، بس تقدروا تسيطروا عليهم وتنطلقوا وتشحنوا نفسكم من جديد. فهنا حتى الأمور الرخمة أو السلبية أو السامة في حياتكم بأمر الله فيها انتصارات وتحركات لقدام، ونقول يا رب خلوها على الله. طبعا المريخ في الجوزاء، وهنا تكر يا عزيزي ويا عزيزتي، ده بيتكم التاني، الفلوس والمال والمصاري. المريخ يعني تبذير، نهدى على نفسنا، بلاش مصاريف كتير ونحوش لو ينفع. هنا خلوا بالكم من فلوسكم، احذروا السرقة والنصب والغش والاستغلال، بلاش قرارات مالية متسرعة نرجع نندم عليها. اديني قلت وحذرت، في مكسب مالي، في دعم مالي، وده اللي يغريكم انكم تصرفوا في كلام فاضي ملوش 60 لازمة. اهدوا على نفسكم. طبعا عندنا اورانوس فين؟ اورانوس عندكم في برج الثور، وده بيعمل لكم التقلبات النفسيه والاوضاع اللي بيحصل فيها مفاجآت،
فجأة علاقة عاطفية والدنيا العاطفية جميلة، وفجأة مشاكل وحوارات ولخبطات. فجأة الدنيا العائلية متظبطة وحلوة ومبسوط، وفجأة قلق وحوارات ومشاكل. فعاطفة ونفسية وعائلة فيها تقلبات حادة. بس كده تقريبا قلنا كل جزئية، وبأمر الله الشهر يكون سعيد، ومن عم جوهر تستفيد. والله أعلم.